وبسرعة رحت جايبة كوباية مية سخنة عليها زيت وليمون وخل وملح وفلفل تاني، ورحت رشهم عليها خالص. وبعدين جبت كوباية مية من الجنب سخنة برضو وحطيتها وغطيتها ودخلتها الفرن 5 دقايق. اتظبطت جدا. الرز بقى اللي بجد انا ما صدقتش انه طلع كده. اول مرة الرز ما كانش يتظبط مني، لقيت الجزء اللي فوق ابيض وتحت ايه ني. طب اعمل ايه؟ رحت مقلباه مرة واتنين، برضو في ني قوي وفي مستوي قوي. رحت حطيت كوباية مية، نزلتها عمودي في نص الحلة مش رش عمودي. وبعد كده رحت ايه معليه النار وسبت الحلة متغطية. قام استوى كله زي بعضه ونزل زي ما انتم شايفين كده. لو انتوا وصلتوا لغاية هنا يا ريت تعملوا لايك واشتراك وتشرفوني بتعليق وتقولوا لي رأيكم. واحنا يا جماعة مش محتاجين اكل يبوظ مننا الايام دي. دي سمكة